لو انت الشخص اللي السي في بتاعه دايما منظم وبيشد اي حد يقراه، او لو كنت الموظف اللي دايما سابق الديدلاينز بتاعتك وما عندكش اي مشكله ان انت تعمل برزنتيشنز قدام اي حد في الشركه، وبتعرف كويس جدا تعمل صحاب والناس كلها بتحبك وعندك كاريزما والكاريزما بتاعتك طاغيه بصوره غير طبيعيه، فغالبا لو انت عندك الحاجات دي فانت الشخصيه الثالثه من اختبار الانيجرام وهي ذا اتشيفر او المنجز. تعالى كده في الفيديو ده اقول لك تعرف ازاي اذا كنت الشخصيه دي فعلا ولا لا. انا احمد البكل وده فيديو جديد علشان نبقى احسن. لو انت اول مره تشوفني فاحب اقول لك ان اختبار الانيجرام ده هو واحد من اشهر الطرق لتحليل الشخصيه. هو بيقسم الشخصيات ل9 شخصيات، بس لازم تكون فاهم كويس جدا ان مفيش ولا اختبار من اختبارات تحليل الشخصيه دي هيحلل شخصيتك بنسبه 100%، لان انت غالبا عديت بظروف وعشت حاجات محدش في الدنيا كلها عاشها غيرك. فعلشان كده الاختبارات دي كلها معموله عشان تقربك خطوه بس علشان تفهم نفسك اكتر. وحاجه تانية ان انت ممكن بسهوله جدا تلاقي نفسك في اكتر من شخصيه. صعب قوي تلاقي واحد محدود ومحطوط في شخصيه واحده بس، لان هي في الاخر مش قوالب الناس بتتحط جواها. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الشخصيه المثاليه، فلو لسه ما شفتش الفيديو ممكن بعد الفيديو ده بترجع تتفرج عليه. بس قبل ما نتكلم على الشخصيه الثالثه بتاعه الانيجرام اللي هي شخصيه ذا اتشيفر، تعالى كده اقول لك مين من الناس المعروفه اللي احنا نعرفهم شخصيتهم ذا اتشيفر. عندنا واحده مثلا زي اوبرا وينفري، بيونسي، باراك اوباما، محمد علي كلاي. كل دول شخصياتهم لما عملوا تيست الانيجرام كانوا ذا اتشيفر. بس مش واخد بالك كده ان كل دول بيجتمعوا في حاجه واحده بس وهي الكاريزما. الشخصيه دي سهل جدا تطلعها من وسط الناس كلها، لان هو دايما هتلاقيه لبسه مظبوط وشكله مظبوط وكل حاجه فيه مظبوطه. بيهتم جدا بمظهره وبيهتم جدا بشكله قدام الناس، وبيعرف كويس جدا يعمل صحاب، وبتلاقيه دايما في وسط الناس كلها اكتر شخص محبوب واكتر شخص عنده كاريزما والناس كلها بتحبه وبتحب تبقى قريبه منه. وعلشان حب الناس ده حاجه مش سهله وهم اكتر ناس عارفين الحاجه دي، فدايما بتلاقيهم بيقدموا مساعده للناس حتى من غير ما يكونوا عايزين منهم اي حاجه، لمجرد ان فعلا الناس تحبهم. وطبعا في الشغل بيكونوا السوبر ستارز بتوع اي تيم، بيخلصوا الشغل في ميعاد وقبل الديدلاينز، وما بيخشوش بقى في فكره ان احنا نتزنق في الديدلاينز والحاجات دي، ويقدروا يعملوا برزنتيشنز قدام اي حد ما بيهمهمش. عندهم ثقه في النفس كده في ان هم يتكلموا في الببليك سبيكينج غير طبيعيه. يمكن بالعكس كمان فكره ان هم يتكلموا قدام الناس والناس تعجب باللي هم بيقولوه بيديهم ثقه في النفس اكتر بكتير من اي حد تاني، وبيزود كمان احساسهم بالقيمه. وده يمكن اكتر حاجه الشخصيه دي بتقف عندها، ان هم يحسوا ان هم عندهم قيمه معينه في المجتمع او في البيئه اللي هم قاعدين فيها، واكتر حاجه تضايقهم لما يحسوا ان هم مالهمش قيمه. وعلشان يخلقوا القيمه دي لنفسهم هتلاقيهم دايما مشغولين بحاجات كتيره جدا، بيحاولوا يدوروا فيهم على اي قيمه يقدروا يدوها للناس. ومش بس بيجربوا الحاجات الجديده، لا دول كمان بسبب الكاريزما اللي عندهم وبسبب حب الناس ليهم بيقدروا ينجحوا فيها كمان. طب ما الدنيا حلوه اهي يا عم، ويا ريتنا كلنا الشخصيه دي. للاسف زي ما اتكلمنا قبل كده مفيش شخصيه حلوه ومفيش شخصيه وحشه، بس كل شخصيه بيكون عندها شويه عيوب كده محتاجين نظبطها. ومن العيوب الاساسيه اللي موجوده في شخصيه ذا اتشيفر ان هي شخصيه تنافسيه جدا، ودايما بيسعوا ان هم ينجحوا باي طريقه ممكنه ما عدا ان هم يجوا على شكلهم، بس اي حاجه تانية تمام. وممكن بسهوله جدا يغيروا من النجاح اللي حواليهم لو النجاح اللي حواليهم ده هيأثر على شكلهم قدام الناس ومش هيخليهم كده محط انظار الناس اللي حواليهم. وللاسف عشان دايما بيحاولوا يرضوا جميع الاطراف ودايما بيستنوا الكلام الكويس من الناس علشان يبتدي ثقتهم في نفسهم تزيد، فلو الناس اللي حواليهم ما اديتهمش الكلام اللي هم مستنيينه بيبتدوا ينغلقوا جدا على نفسهم. فلو انت الشخصيه المنجزه او شخصيتك ذا اتشيفر هقول لك كده على كام حاجه تعملها علشان دايما تكون احسن. اول حاجه ان انت تهدي كده الدنيا على نفسك شويه، الدنيا مش هتطير، وصدقني انت اكتر واحد محتاج وقت لنفسك كده شويه. وحاول على قد ما تقدر تسمع الناس اللي حواليك اكتر، حاول كده خرج نفسك من دايره التركيز واسمع الناس اللي حواليك، وصدقني دي حاجه يمكن هتحبب الناس فيك اكتر بكتير اصلا من ما هم بيحبوك. وتالت حاجه وانا عارف ان هي ممكن تكون صعبه عليك شويه، ان انت تتقبل الضعف. انا عارف ان الضعف او ان انت تبين الضعف اللي جواك ده ممكن تكون من اصعب الحاجات اللي عليك، علشان انت فاكر ان هي هتهز صورتك قدام الناس وهتهز الصوره المثاليه اللي انت عاملها قدام الناس دي. بس صدقني كلنا في الاخر بني ادمين، وكلنا جوانا ضعف وكلنا بنحس. ويمكن كمان الضعف ده لما توريه للناس اللي حواليك يبتدوا ان هم يتعاطفوا معاك اكتر فيحبوك كمان زياده. بس كده لو انت بعد كل ده مش عارف اذا كنت الشخصيه المنجزه او ذا اتشيفر ولا لا، هسيب لك تحت كده في الديسكربشن بوكس لينك لاختبار مجاني تقدر تعمله وتشوف نوع شخصيتك ايه. وارجعوا كده اكتبوا لي في الكومنتس نوع شخصيتكم ايه علشان نتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.